سلام، راجعه لكم بلوحه جديده، واللوحه دي اسمها Accept the Difference or Destroy the Scene. اللوحه على توال 50 في 70 وبألوان الزيت. في الليله الكبيره كان الرئيس حنتيرة كان بيغني ويقول: يا شفتك فص فراوله وانا لا قوه ولا حول. في الاول قالوا له استنكروا، لكن لما قررها قالوا ايوه ووافقوا. كانت رؤيه عبقريه لأحد السلوك أو التصرف البشري لما حاجة جديدة أو مختلفة عن ما اعتدنا عليه بتتقدم لنا. يا التكرار بيخلينا نقبلها من غير ما نفكر بتأثير الجمع بفرض الأمر الواقع، أو إن احنا نحاول إن احنا نشوفها كشيء غريب ونصر على رفضها. ده مختلف عن اللي احنا اعتدنا عليه، ده مختلف عن ما وجدنا عليه آبائنا، وبناء عليه احنا رافضينه، هنكسره، هنقزمه، هنحقره، سواء كان الشيء ده كان شيء مادي، شيء أدبي، شيء معنوي، أو حتى بني آدم. في الحالتين ما فكرناش، احنا حاولنا ان احنا نفرض حاجة، يا فرض الشيء الجديد زي ما حصل في الليلة الكبيرة، يا فرض ما اعتدنا عليه وتربينا عليه. وتبقى النتيجة ان احنا لو فرضنا من غير ما نحاول ان احنا ندي لنفسنا وقت ان احنا نحاول نستوعب، نفهم الكونسبت، نشوف هل هو ملائم لينا ولا لا، ان احنا بندمر الشيء ده او بندمر الشخص المختلف. على الرغم ان في حل تاني، ان انا ممكن افكر، ممكن افهم الكونسبت، ممكن اسأل واستفسر، وبعد كده اقرر هل اقبل او ارفض. والرفض مش معناه ان انا احطمه او اطلب من الشخص ده انه يتغير او احاول اكسر فيه او ادمره، لان زي ما احنا شايفين اللوحة دي مثلا الكومبوزيشن بتاعها قايم على انها تكون في وضعية مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه من لوحة. فانا لو حاولت اعدلها باي طريقة هفضل اقصر فيها، هفضل اقطع فيها، لكن في النهاية برضو مش هتظبط معايا، هتتشوه. في النهاية هرميها. الحل اللي باقي لو انا مش فاهم الكونسبت اللي وراها وشايفها مش ملائمة، ان انا اسيبها، مش اقزمها او ادمرها، بس اسيبها. مش مناسبة لك، سيبها وامشي. دي نفس الطريقة اللي احنا بنحاول نتعامل بيها مع البشر. لما بنبقى عايزين بني ادم معجبين بيه، حابين اللي عنده، لكن احنا عايزين نعمله على مقاسنا، فبنفضل نقزم فيه، نكسر فيه، لغاية لما ما يبقاش فيه حاجة. بدل ما البنت كانت الفراشة الطايرة اللي احنا عايزينها، حبسناها في برطمان، فضلنا نخنقها لغاية لما ماتت. بدل ما الولد كان فتى الأحلام، بدأنا ان احنا ندمر فيه سنة بسنة لغاية لما بقى أشلاء بني آدم. لو عايز تغيره مش عارف تقبله، مش قادر تفهم الكونسبت اللي وراه، مش قادر تفهم اللي انت شايفه عيوب، سيبه، لأن اللي بالنسبة لك عيوب بالنسبة لغيرك مميزات. ده الكونسبت اللي ورا اللوحة دي. دلوقتي ايه رأيكم؟ شايفينها ازاي؟ تستحق الفكرة انها تكسب احترامكم؟ ووجهة النظر دي مناسبة ليكم، ولا كافي انك تقفل الفيديو وتمشي من غير ما تحاول تكسر ولا تقزم لا في اللوحة ولا في الفكرة؟ سلام.